استشهاد الطالبة سندس أبو بكر 17 عاما في محافظة الإسكندرية عقب اعتداء قوات أمن الانقلاب على تظاهرة في منطقة العصفرة في محافظة الإسكندرية. رفعت رشاشا، رفعت سلاحا، أكانت سندس وهي تنزل تعبر عن رأيها بكل سلمية. ما ذنبها حتى تقتل؟ ما ذنبها حتى تسيل دماؤها الزكية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالته إنها نزلت عشان تقول رأيها مش أكتر. هي طالبة أساسا، يعني حتى عمرها قتلت حد، يعني هتقتل إزاي ولا هتعمل إيه؟ هي طالبة. أنا من عيلة الشهيد وعمرنا ما هنسيب حقنا أبدا. يسكت حكم العسكر، يسكت حكم العسكر. أكيد في كل اللي قتلها سندس دي والله أطيب من أي حد شفتها. والله ربنا اختارها أصلا. هي الشهادة مش لأي حد. ربنا يرحمها ويجمعنا بيها زي ما جمعنا بيها في الدنيا. ربنا يرحمها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا نازل النهارده مش عشان خاطر دم سندس بس، وبقول لكل واحد كلب في الداخلية دم كل شهيد من أول 25 يناير لغاية موت سندس مش هنسيبوه، وهيسقط حكم العسكر. الثورة ما انتهتش، الثورة ابتدت النهارده بموت الشهيدة سندس اللي عندها 17 سنة. كلاب الداخلية اللي مش قادرين يواجهوا العدو وبيواجهوا شعبهم في الداخل بسلاح شعبهم. إن شاء الله أخذه قريب، أخذه قريب، ونصر الله قريب، ونصر الله قريب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون.